واحد بيقول لي بتعلم البرمجة وبشوف الكورسات بتاعتك، ولكن بعد ما بخلص الكورس بنسى كل حاجة، فهل انا كده عندي مشكلة؟ لا يا صديقي، ما عندكش مشكلة، ولكن المشكلة في طريقة مذاكرتك للكورس. تعال اقول لك افضل الطرق عشان تذاكر اي كورس، مش لازم الكورسز اللي موجودة عندي. مجرد انك تتفرج على الفيديو مش كفاية. يعني لو انت قاعد كده قدام اللابتوب وعمال تتفرج على الفيديوز بس كأنه فيلم، ده عمره ما هيكون كفاية، وعمره ما هيوصلك لحاجة، وهتنسى كل اللي انت هتتفرج عليه. انما لازم تطبق المعلومة بنفسك، وفي طريقة كويسة جدا ممكن تعمل بيها ده. شغل الفيديو اول مرة اتفرج عليه، شوف انا عايز اوصل لك ايه، او الانستراكتور بيحاول يوصل لك ايه، واقفل الفيديو وجرب تعمل دوت بنفسك. معرفتش يبقى ابدأ اكتب ورا الفيديو. وحاول في البرمجة بالذات تفهم اكتر ما تحفظ. انت مش مطالب تحفظ كل حاجة في البرمجة، ولكن مطالب تفهمها. فالاولى ان انت تفهم كل حاجة في البرمجة، ومع الفهم هتعرف تكتب المعلومات ديت لوحدك. يعني الفهم بيجي الاول وبعدين الحفظ، فما تعتمدش اللي انت تحفظ المعلومة، ولكن اعتمد اللي انت تفهمها. واخر حاجة، راجع بشكل مستمر. يعني اللي بتتعلمه النهاردة بعد اسبوع حاول تراجعه مرة اخرى، وانت اعمل بيه مشاريع بايديك اكتر. يعني مش لازم وانت بتراجعه تروح تتفرج على الفيديوز مرة تانية، انت اوريدي هتبقى فاهم الكونسبت دوت بيقول ايه، فانت هتروح تطبقه بشكل عملي بايديك مرة تانية بطريقتك انت.